المضايق مش بس على الخريطة أو في الأخبار. المضايق زي هرمز وباب المندب كمان جوه جسمك. في مضايق نفسية وجسدية وحتى سلوكية. لو اتقفلت ممكن تعطلك حياتك وتشقلبها. ما تيجوا ناخد واحد كده من كل واحد من المضايق دي ونشوف ايه حكايتهم. المضيق الأول وهو المضيق النفسي. مضيق نفسي بيطلع لك في جسمك بأعراض حسية. القولون العصبي. ليه أنا اخترته؟ عشان لاحظت إن ده منتشر جدا وسط الشباب في العصر الحديث. كل القلق والتنشنة والخوف من بكرة واللي بيحصل حوالينا لما بتكتمه وبتقفله بيطلع لك في جسمك على هيئة انتفاخ ووجع بطن وحتى عدم استمتاع بالأكل. فلا أنت عارف تروق على نفسك ولا عارف تاكل أكلة كويسة. سيب المضيق مفتوح، عبر عن القلق اللي جواك، ما تكتموش عشان تعرف تكمل حياتك. نيجي بقى للمضيق التاني اللي هو المضيق الجسدي، وده يمكن أهم مضيق موجود في جسمك. الشرايين التاجية. الشرايين التاجية دي مضايق ضيقة بتوصل البترول لقلبك، الأكسجين. الزيوت المهدرجة اللي مالية الأكل، السكر الزيادة وشرب السجاير، كل دي ألغام وحقول ألغام أنت مالي بيها المضايق دي. ده كمان مش المشكلة في قفل المضيق، المشكلة في التهديد بالقفل بتاع المضيق اللي بيبان في نهجان وتعب دايم موجود عندك. حاول تحافظ على مضايق قلبك مفتوحة بالأكل الصحي والرياضة المنتظمة. ده أهم مضيق عندك. ياخدنا للمضيق الثالث، المضيق السلوكي. المخ فيه ممرات عشان التركيز وتحقيق الأهداف. انت لما بتعمل لها مشتتات والنوتيفيكيشنز الكتير بتضيق الممرات والمضايق دي. التنقل على طول من فيديو لفيديو او من ابليكيشن للتاني بيسبب لك ارهاق ذهني، وتيجي في اخر اليوم تلاقي نفسك ما عملتش اي حاجة مفيدة. نصيحة: ما تحطش الالغام دي، واسمح لمخك ان هو يرتاح ساعة يوميا من غير اي مشتتات عشان توجه التفكير للحاجات المهمة وتقدر تنجز. وفي الاخر قولولي ايه هو المضيق اللي معطل حياتكم واللي دايما بيتقفل ومش عارفين هو بيتقفل كتير ويتفتح وايه حكايته بالظبط معانا.